عارفة لو جبتي بولة ونزلتي عليها 350 جرام من سكر البودر بما يعادل كوبايتين، وتنزلي عليهم 650 جرام من الزبدة الطرية، وضربتيهم بالمضرب الكهرباء لحد ما ينعموا مع بعض والسكر يدوب معانا خالص، وتجيبي 4 بيضات، هناخد منهم بيضة كاملة و3 صفار فقط، وننزل بكل بيضة تختفي ننزل باللي بعدها. أقول دي تاني، هتجيبي 4 بيضات منهم بيضة كاملة والتلاتة هيكون صفار بس، وتنزلي عليهم معلقة من الفانيليا وتقعدي تضربي فيهم شوية كده حوالي 5 6 دقايق على البيض ما يتضرب معانا مع الزبدة مع السكر. هنجيب كيلو من الدقيق يكون منخول كويس ويكون دقيق خاص بالكحك والبسكوت، وهننزل عليه معلقتين كبار من اللبن البودر، وعليهم رشة بسيطة من البيكنج باودر ورشة من الملح، وبعد كده نقلب المواد الجافة مع بعض وننزل عليهم على الزبدة بتاعتنا والسكر، ولحد ما يشرب الدقيق الزبدة والسكر نقلبهم كويس لحد ما يشربهم وتبقى عجينة طرية جدا. وهنا مش هنعجن، احنا بس هنقلب لحد ما كلها تبقى عجينة متماسكة وطرية وهشة كده وحلوة. بعد كده جهزي كيس حلواني، العجينة دي تتعمل في كيس حلواني. لو هتشتغلي بالمكنة هتزودي عليهم كوباية إلا ربع من الدقيق عشان العجينة تمسك نفسها أكتر عشان تقدر تمشي معاكي في المكنة، لكن دي عجينة كيس الحلواني. وتجيبي الصواني بتاعتك والسجان وهتبقى مغسولة ومتنشفة كويس، وتبتدي تقطعي عليهم. أنا قطعت بالبلبلة اللي هي بنعمل بيها بلح الشام، طبعا انت اختاري البلبلة اللي تعجبك واشتغلي بيها. والعجينة حلوة وسهلة ازاي وطرية. مادام العجينة طرية وحلوة ومشيت معاكي في كيس الحلواني، اعرفي على طول ان العجينة بتاعتك هتبقى ناعمة وهتبقى بوتيفورة ناعمة في منتهى الجمال. انا خدت التلتين عملتهم عجينة بيضة، بعد ما خلصت التلت الاخير اللي في البولة حطيت عليه معلقتين كبار من الكاكاو الخام وعليهم معلقة كبيرة من الزبدة، وعجنتهم كده قلبتهم تاني بايدي عشان اعمل جزء بالشوكولاتة. وتختاري كاكاو يكون نوع حلو عشان يديكي طعم حلو، وانتي بتقطعي اللي بالشوكولاتة يكون معاكي واحدة ولا 2 او جزء من الابيض عشان في التسوية تعرفي ان هي الصينية استوت ولا لا من الابيض. ويكون الفرن بتاعك سخن على درجة حرارة 190، الرف اللي في النص بيقعد معاكي حوالي 10 دقايق يا دوبك بياخد لون خفيف ذهبي قوي كده، وبعد كده تطلعيه وما تحركوش من الصينية او من الصاج الا لما يبرد عشان ما يتكسرش معاكي. فيديو سهل وطريقة سهلة وطريقة جميلة هتديكي بيتي فورة في منتهى الجمال. واحنا لما هنستخدم صفار البيض 3 صفار بيض وبيضة كاملة، والبيض يكون بتاعك كبير، هيديكي بتيفورية ناعمة حلوة جدا، و650 جرام من الزبدة نسبة معقولة مع البيض مع صفار البيض، ده اللي هيديكي نعومة جدا للبتيفوراية. ما تنسيش انها سهلة.